استخدم واتساب. في ميزة جديدة اتضافت للواتساب، تعال ما نشوفها مع بعض. هنفتح الواتساب بالشكل اللي قدامك ده، ولو حابب القفل بالبصمة ده انا شارحه في فيديو قبل كده. شايف الصورة دي؟ الصورة دي انا عملت لها ارسال بدون ما اجيب اي صورة من الاستوديو. كل اللي فيها هتفتح المحادثة بالشكل ده كده، وهتضغط على علامة الدبوس، ومن علامة الدبوس هتلاقي في حاجة اتضافت عندك اسمها صورة الذكاء الاصطناعي. تضغط بالشكل ده كده وهيظهر لك صور زي ما حضرتك شايف. لو انت حابب منهم ماشي، مش حابب منهم هتكتب برومو او وصف للصورة اللي انت عايزها. مثالا انا عملت الاولى فراشة، هقول له فراشة وسط الزهور. احنا بنجرب مع بعض وهنشوف النتيجة اللي هتطلع معانا بالشكل ده. ودي هتفيدك في ايه بقى؟ هتفيدك ان انت ساعات بيجيلك محادثات بيكون حابب ترد عليها بصورة، والصورة مش موجودة عندك على الاستوديو. زي ما حضرتك شايف جاب لك كذا شكل، وهتختار الشكل اللي حضرتك تحبه. اي شكل حضرتك تحبه، انا وليكن هختار ده، وهضغط بالشكل ده كده، وبكده هو ارسلها في المحادثة. وبكده انت تكون ريحت نفسك في حوار الصور، وهتطلع صور جميلة جدا جدا. وفي النهاية لو لسه مش متابعنا تابعنا عشان ما فوتكش اي جديد.